السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وحياكم الله وبياكم في جلستنا هذه التي سنتحدث فيها عن رجل عظيم من رجال المسلمين، عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي هابته الفرس والروم، الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ساس الأمة بالعدل وأقام فيهم العدل، وأقام فيهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل العظيم الذي ما فتئ الفرس يطعنون فيه في كل لحظة وفي كل دقيقة، يحقدون عليه حقدا عظيما، لأنه بسببه أو أنه هو من دمر ما كانت تسمى بفارس أو حضارة الفرس الهالكة. حقدوا عليه لأنه نشر الإسلام في تلك البقاع، وكان له السهم الأعظم في نشر الخير والعدل والأمن والسلام والاطمئنان في الأمة. معروف عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي ملأ اسمه الآفاق. معروف ومعلوم عنه رضي الله عنه أنه كان حريص وشديد على أن تطبق شريعة الإسلام، وأن يمضي في الناس بنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما فتئ الشيعة يطعنون فيه في كل كتبهم، ويدسون الدسائس، ويفترون الافتراءات الهمجية التي لا يمكن أبدا أن يصدقها إنسان عنده ذرة من عقل. هذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعد الجيوش الإسلامية ومولها، وصان بيت مال المسلمين، وحرص كل الحرص على ألا تلطخ يده بأموال المسلمين، وكان يقول قولته المشهورة: قرقري أو لا تقرقري فلن تذوقي شيئا حتى يشبع أبناء المسلمين. كان وفاة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليوم 26 من ذي الحجة سنة 23 للهجرة، الموافق لسنة 644 للميلاد. وقصة استشهاده قصة تبين مدى غدر وحقد الفرس على هذا الخليفة الرجل العظيم، الذي هابوه وخافوا منه ومن بطشه، الذي علمهم فيه معاني الإسلام ومعاني العدل ومعنى الشريعة الإسلامية. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر قرارا بأن لا يدخل إلى المدينة أي رجل من الأمصار التي فتحت قريبا. وقد استأذن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه والي العراق أمير المؤمنين في أن يدخل أحدهم إلى المدينة حتى ينتفع منه أهلها، حيث أنه كان نجارا وحتادا ماهرا، هذا أبو لؤلؤة المجوسي. وقد كان اسم هذا الرجل فيروز، ويكنى بأبي لؤلؤة المجوسي، وهو مجوسي الأصل، أظهر الإسلام وأبطن النفاق. مر عليه يوم من الأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له وهو يشتغل في صناعة الرحى، فقال أبو لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأصنعن لك يا أمير المؤمنين رحى يتحدث بها الناس. وقد فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل يهدده، فقال لأصحابه: إن الرجل يتوعدني. فقالوا: نقتله يا رسول الله. قال: لا تقتلوه بشبهة. وفي يوم من الأيام صنع خنجرا ذو حدين من جهتين
من الرأس ومن الجهة الأخرى، ووضع فيه سم في الجهتين من الخنجر، وضع فيها السم. ثم ذهب إلى المسجد، وعمر رضي الله عنه كان يؤم الناس، فقام هذا المجرم أبو لؤلؤة المجوسي الذي يتفاخر به هؤلاء المجرمون أعداء الإسلام الذين ينسبون أنفسهم للإسلام وهم يتفاخرون بأبي لؤلؤة المجوسي ويسمون أنفسهم باسمه. المهم يعني دخل المسجد، فقام وطعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بطعنات ثم ولى هاربا. حاول الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أن يقبضوا عليه، فكان من حاول يقبض عليه طعنه، لأن الخنجر من الجهتين يضرب من هنا ومن هنا. ثم ما فتئ يطعن في المسلمين حتى رماه عبد الرحمن بن عوف بلحاف له، يعني رمى عليه عبد الرحمن بن عوف رداءه وهو اللحاف، فلما أدرك أنه سيقع بين أيدي الصحابة رضوان الله عليهم طعن نفسه هذا المجرم أبو لؤلؤة المجوسي. فلما سأل فمات، طبعا مات هذا المجرم. فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قتلني، فقالوا أبو لؤلؤة المجوسي، فقال الحمد لله أنه لم يكن استشهادي على يد أحد من أصحاب محمد أو على يد أحد من المسلمين. فبقي الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 أيام، وقيل أكثر، وقيل 4 أيام، ثم توفي. لكن قبل أن يتوفى رضي الله عنه ما الذي جرى؟ جرى أنه قال لابنه عبد الله، قال يا عبد الله اذهب وأتني بحذيفة بن اليمان. قال بقي في يعني عمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال له ائتني بحذيفة بن اليمان، فجاءه حذيفة وهو الصحابي الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جدولا بأسماء المنافقين، أو كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعرف المنافقين ولا يعرفهم إلا الله ورسوله وحذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعلمهم بذلك، والله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال عمر والدماء تجري من خاصرته يا حذيفة بن اليمان أناشدك الله، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي بين المنافقين؟ فسكت حذيفة ودمعت عيناه وقال ائتمنني على سر لا أستطيع أن أقوله يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالله عليك قل لي هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي بينهم؟ فبكى حذيفة وقال أقول لك ولا أقولها لأحد غيرك، والله ما ذكر اسمك عندي. فقال عمر لابنه عبد الله بقي لي من الدنيا أمرا واحدا. فقال له ما هو يا أبي؟ فقال أن أدفن عند قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا بني اذهب إلى عائشة أم المؤمنين ولا تقل أمير المؤمنين، بل قل عمر يستأذنك أنت صاحبة البيت إن أذنت، يستأذنك أن يدفن عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أذنت، أن يدفن عمر تحت قدمي صاحبيه. فقالت نعم قد كنت أعددت هذا القبر لي واليوم أتركه لعمر. فعاد عبد الله فرحا وقال يا أبتاه قد أذنت. ثم رأى خد أبيه على التراب، فجلس عبد الله ووضع خده على فخذه. أخذ خد عمر بن الخطاب هذا الرجل المبشر بالجنة، كان قد وضع خده على التراب، الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد اثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فلما عاد عبد الله فرحا وجد خد والده على التراب، فجلس عبد الله ووضع خده على فخذه، أخذ رأس والده ووضعه على فخذه. فنظر إلى ابنه، نظر عمر رضي الله عنه إلى ابنه وقال لما تمنع خدي من التراب يا بني؟ فقال والدمع في عينيه يا أبتاه
قال عمر: ضع خد أبيك على التراب ليمرغ به وجهه، فويل عمر إن لم يغفر له ربه غدا. سبحان الله. وهو الرجل المبشر بالجنة، وهو الرجل الصادق، وهو الرجل الذي أحبه كل من سمعه وكل من رآه. أثنى عليه الصحابة. قال له عبد الله بن عباس: سيرتك العطرة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. ولكن كان عمر رضي الله عنه يعني بهذا الأمر يعني في خوف شديد، وهذا هو ما عليه المؤمن الصادق الصالح، أنه يبقى في خوف من الله جل وعلا. ومات عمر بعد أن أوصى ابنه: إن حملتني وصليت علي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى حذيفة، فقد يكون راعاني في القول، قد يكون يعني أحرج مني حذيفة، ويعني لم يقل اسمي في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اسمي في المنافقين. ولكن انظر، إن جاء حذيفة وصلى علي فاحملني باتجاه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قف على الباب فقل: يا أماه ولدك عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فقد تكون استحيت مني فأذنت لي، فإن لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين. فحمله ونظر في المسجد، فجاء حذيفة وصلى عليه، فاستبشر ابن عمر وحمله إلى بيت عائشة، فقال: يا أمنا ولدك عمر في الباب، هل تأذنين له؟ فقالت: أدخلوه. فدفن سيدنا عمر رضي الله عنه بجانب صاحبيه. رحم الله عمر بن الخطاب، كان ملأ الأرض عدلا، وخاف الله خوفا شديدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالجنة. ولعن الله من قتله، لعن الله من قتله، لعن الله من قتله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.